دكاترة أولى ثانوي عاملين إيه؟ معادنا النهاردة إن شاء الله مع تاني درس في يونت 3 واللي هنتكلم عنه عن الحاج مندل اللي انتوا عارفين الهوس بتاعه عن البسلة وشغله عن البسلة. خلينا كده بس الأول نظبط شوية معلومات مع بعض. أول حاجة احنا طبعا عارفين انه التريتس اللي هي الصفات بتاعتك ليها نوعين، صفات انت اتولدت بيها ودي بنسميها hereditary traits، وصفات انت اتعلمتها مع الوقت ودي بسميها acquired traits. يعني انت طيب ولا شرير، دمك خفيف ولا دمك تقيل، بتتكلم ازاي، كل دي acquired traits ودي مش لعبتنا خالص في يونت 3. انما احنا كلامنا كله هيبقى عن الهيريديتري traits اللي اهم شخصية عندنا فيها هو العم مندل، واللي بدأ حياته ازاي؟ بدأ حياته بانه هو كان عنده جنينة مليانة زرع، ففي يوم كده كان في تجربة معينة في دماغه، قاعد يقلبها في دماغه كده وظبطها، بس كان فاضل يختار ايه النبات اللي هو هيشتغل عليه. فنزل قعد يتمشى شوية كده في الجنينة بتاعته وقعد يبص كده على الزرع اللي عنده لحد ما قال شكلها كده هترسى على البسلة. طب اشمعنى يا عم مندل البسلة؟ قال لك صلوا بينا على النبي. اول حاجة عندها contrasting traits كتيرة. يعني ايه يا مندل contrasting traits؟ يعني صفات عكس بعض. يعني ايه برضو؟ يعني لما اقول واحد طويل وواحد قصير دي contrasting trait، بشرة سمراء وبشرة بيضة دي contrasting trait، شعر كيرلي وشعر ستريت دي contrasting trait. طيب هو اللي انا بقوله ده في موجود في البسلة contrasting trait؟ يوهو ده في حاجات كتيرة contrasting trait. أول حاجة عايزاك تعرفها إن البسلة بيبقى ليها قرن كده اللي هو قرن البسلة ده بسميه بود أو بنقول عليه فروت، الاسمين صح. جوه القرن ده بيبقى فيه السيدز اللي هي البذور اللي احنا بناكلها ودي بنسميها السيدز. كمان عايزاك تبقى عارف ان الخضار والفاكهه اللي احنا بناكلهم دول الاول كانوا فلاورز. يعني ساعات تيجي تغسل كوسه او تغسل خياره تلاقي من فوق كده في حته ورده لونها اصفر، لان هي اصلا كانت فلاور وتحولت للخضار او الفاكهه ده. فبالتالي انا عندي كمان فلاور، والفلاور دي متشاله على ستيم. حلوة قوي. تعالى بقى عد معايا الكونتراستنج تريتس اللي موجودة. قالك البود اللي هو الفروت اللي هو القرن بتاع البسلة ده ممكن يكون جرين وممكن يكون يلو، يعني ليه حالتين، عنده صفتين، في بعض القرون لونها جرين وبعضها لونها يلو. ممكن تكون swollen منفوخة كده حلوه ومليانه، وممكن تكون ساينس كده اللي هي لما لو حد فيكم بيقعد جنب مامته وهي بتقطف او بتفرفط البسله في قرون بتبقى فاضيه كده ومبططه وما فيهاش حاجه، دي بنقول عليها ساينس. دي موجوده ودي موجوده. قالك السيدز نفسها برضو في منها جرين وفي منها يلو، في منها سموث ومدوره كده وحلوه، وفي منها رينكلد كده ومكرمشه ومفعصه. الفلاور دي في منها بيربل وفي منها وايت. الستيم نفسه في منه تول وفي منه شورت، يعني عندنا كونتراستنج تريتس كتيره. طيب وانت ايه يا عم مندل اللي عاجبك في حكايه الكونتراستنج تريتس دي؟ هتفيدك في ايه؟ قالك بص، لما تيجي تعمل تجربه وعايز مثلا تيجي تناقش رساله ماجستير او دكتوراه، بيبقى في معانا مثلا بحث جديد او تجربه جديده، كل ما انت تكون مجرب حاجات كتيرة قوي ومطلع النتائج بتاعتها كلها مظبوطة، يبقى كده انت كلامك مظبوط ومحدش يقدر يقوحك فيه. يبقى مندل قال انا لما يبقى عندي contrasting traits كتيرة، صفات كتيرة عكس بعض، فاجرب مرة اجوز البيربل للوايت، اجوز مرة التول ستيم للشورت ستيم، اجوز مرة اليالو سيد للجرين سيد، فكده انا عندي احتمالات كتيرة وتجارب كتيرة اعملها كلها واطلع النتائج بتاعتها اقارنها. فلما تطلع النتائج دي كلها مظبوطه وبتقول نفس الكلام، يبقى انا برنس وكلامي مظبوط ومحدش يقدر يقاوحني. وطبعا البسله بتوفر لك الميزه دي يا عم مندل اللي عندها كونتراستنج تريتس كتيره، فقال لك ده حلو الكلام ده. قال لك ايه كمان في البسله؟ عندها شورت لايف
سايكل. يعني ايه؟ يعني مثلا انت النهارده هتزرع السيدز بتاعت البسله، اسبوعين 3 هتكون طلعت المحصول. يبقى انت كده بتنجز نفسك وبتشوف المحصول وبتشوف النتائج وبتخلص الشغل بتاعك. مش مثلا هاجي اشتغل على البني ادمين واستنى لما يبقى عنده مثلا حاجه و20 سنه ويتجوز واقعد جنب مراته 9 شهور واشوف الوحم بتاعها واستنى بقى على السبوع ان شاء الله كده بتاع ابنهم ابدا اشوف النتائج بتاعتي. لا، مندل عايز يعمل بقى قلبان في المجال العلمي وعايز يطلع بحث جامد، فقال لك انا عايز حاجه في السريع كده تنجزني. فقال لك البسله عندها شورت لايف سايكل وبتطلع محصول كبير، فهيبقى قدامي محصول كبير اللي هي زي مثلا فيران التجارب، عندي محصول كبير اجرب فيه براحتي واختبر الايه النتائج بتاعتي براحتي. قال لك كمان البسله بتتميز ان هي هيرمافرودايت او بنقول عليها بايسكشوال. يعني ايه يا عم مندل؟ قال لك يعني الفلاور نفسها فيها الجزء بتاع الميل اللي بينتج البولين جرين اللي هو اسمه الانثر، وفيها الجزء بتاع الفيميل اللي هو بنقول عليه ده الاستجما والاوفري اللي بيبقى جواها الاوفا. فقال لك والله هي عندها الجزء بتاع الميل والفيميل. عايزه افكرك بحاجه، لما البولين جرين تنزل على الاوفري بتاع الفيميل، يعني بولين جرين تنزل هنا، ده كده اسمه بولينيشن. فلو البولين جرين بتاعت الفلاور نزلت على الاستجما بتاعت نفس الفلاور، ده كده اسمه سيلف بولينيشن. انا بس عايزه افكرك الحته دي كده اسمها ستيجما والحته دي اسمها الاوفري. خلاص ده كده على بعضه الجزء بتاع الفيميل. فلما البولين جرينز تنزل على الاستجما بتاعت نفس الفلاور ده اسمه سيلف بولينيشن. انما لو جت مثلا ويند هواء او حشرات ونقلت البولين جرين دي على الجزء بتاع الفيميل بتاع فلاور تانية، ده اسمه كروس بولينيشن. يبقى تاني البسلة ممكن تعمل سيلف بولينيشن وممكن تعمل كروس بولينيشن. طب ده هيفيدني في ايه يا مندل؟ قال لك هيفيدني ان انا اجرب السيلف بولينيشن واشوف نتائجه واجرب الكروس بولينيشن واشوف نتائجه. واحنا اتفقنا كل ما تعمل تجارب اكتر تطلع نتائج اكتر تثبت بيها نظريتك يبقى انت كده برنس. فخلاص مندل قال لك يلا كده توكلنا على الله، انا اخترت البسله. طيب هتبدا تشتغل ازاي يا عم مندل؟ قال لك بص، انا اول حاجه هجيب البسله اللي عندها بيربل فلاور وهجيب البسله اللي عندها وايت فلاور. يبقى هو كده اختار صفه معينه اللي هي لون الفلاور، قفل على البيربل فلاور دي في علبة كده وخلاها تعمل سيلف بولينيشن. طيب هي وردة لونها بيربل وعملت سيلف بولينيشن لنفسها، يعني هي كلها جيناتها منها فيها، وانا قافل عليها بوكس عشان اضمن ان ما يجيلهاش اي بولين جرين من بره. خلاص، فاكيد اللي هيطلع هيبقى لونه ايه؟ هيبقى لونه برضو بيربل. خلاه يعمل تاني سيلف بولينيشن كذا مرة لحد ما اتأكد ان البيربل اللي طلع ده بيربل بيور. انت ايه اللي في دماغك يا مندل بتعمل كده ليه؟ قال لك عشان لما اطلع النتائج بتاعتي ما يطلعليش حد كده يناهد فيا ويقول لي طب ما يمكن النتائج طلعت كده عشان في جين جه من بره عن طريق بولين جرين جايه من بره. فقال لك انا هقفل السكه دي خالص وهتاكد ان التجربه بتاعتي كل حاجه بشتغل عليها بيور ما فيهاش اي جينات غير اللي انا عارفها. فقفل على البيربل خلاها تعمل سيلف بولينيشن كذا مره لحد ما اتاكد ان البيربل دي بيور. جه على الورده الوايت قفل عليها في بوكس برضو وخلاها تعمل سيلف بولينيشن هي كمان كذا مرة لحد ما اتأكد ان الوايت اللي عنده دي وايت بيور. يبقى هو كده بيشتغل على حاجات نظيفة هو عاملها بإيده، عارف ان ما فيهاش اي احتمالات خطأ ولا اي جينات خارجية. وراح عمل ايه مندل؟ راح مجوز دي لدي، جوز البسله اللي عندها بيربل فلاور للبسله اللي عندها وايت فلاور. يعني ايه جوز؟ يعني نقل البولين جرين من هنا وداها على الجزء اللي هو الاستجما، نقلها كده من هنا وراح حطها كده. ده كده اسمها جوز البسله. خلاص، لما جوز البسله اتفاجئ ان المحصول كله طلع بيربل 100% بيربل، ولا واحدة طلعت وايت ولا واحدة طلعت وايت. مندل قال لك طيب انا كنت ناقل البولين جرين من هنا للاوفري
اللي هنا. ما يمكن مثلا عشان البولين جرين ده بتاع الميل والميل اقوى مثلا، فعشان كده طلعت الصفه بتاعت الميل. قال لك انا برضو مش عايز اسيب اي نسبه خطا ولا احتمالات، راح عاكس التجربه، خد المره دي بولين جرين من الوايت ووداها للاوفري بتاع البيربل، لقى طلعت نفس النتيجه اللي هي ان المحصول كله طلع 100% بيربل. قال لك بس يبقى البيربل ده صفه قويه هسميها دوميننت. خلاص. وقال لك يبقى الوايت الضعيف الهفق ده اللي معرفش يثبت نفسه ولا يعبر عن نفسه واحدة بس وايت يا مؤمن. قال لك ولا واحدة وايت. قال لك يبقى الوايت ده ضعيف وهفق وهنسميه ريسيسيف. خلاص. يبقى كده اول حاجه وصل لها ان قال لك ان في حاجه اسمها جين قوي بيقدر يعبر عن نفسه وبيقدر يظهر نفسه باكتساح، الجين ده هسميه دوميننت. وجين تاني هفق وضعيف ما قدرش يطلع له صوت، ده هسميه الريسيسيف. حلو كده. طيب دلوقتي قال لك انا عندي اللي هو البيرنت ده كان بيربل والانتاج ده برضو بيربل، بس في فرق بين البيربل ده والبيربل ده، ان البيربل ده بيور لكن البيربل ده داخله جين من الوايت. صح؟ البيربل ده كان بيور ابا عن جدا ما فيهوش حاجه غير الجينات البيور، انما البيربل ده داخله جين بيربل من هنا وجين وايت من هنا، فده بسميه هايبريد. خلاص. يبقى هو كده قال ان في فرق بين الدوميننت البيور وبين الدوميننت الهايبريد. وهنا مندل حابب يفكرنا بحاجه. قال لك دلوقتي مش احنا الكروموسومز بتاعتنا كلها كنا متفقين في الكروموسومال ثيوري ان الكروموسومز بتاعتي بتبقى homologous pairs على حسب الكروموسومال ثيوري، يعني واقفين اتنينات اتنينات. تمام. وانه على نفس الاماكن عندي نفس انواع الجينات، يعني لو عندي هنا جين لون عين الاب بيبقى قصاده جين لون عين الام، لو هنا مثلا جين ودان الاب هنا جين ودان الام، وهكذا. فمندل قال لك بص انا هتفق معاك على حاجه، لو انت واخد من باباك مثلا جين لون العين البراون ومن مامتك برضو جين لون العين البراون، فاحنا هنسمي الحالة دي جينز. انما لو انت واخد من باباك جين العين البراون ومن مامتك جين العين الجرين، ففي الحالة دي طالما هم مختلفين بسميهم أليلز. أليلز يعني اختلاف. ومن هنا اتفقنا ان كلمة contrasting traits يعني الصفات المختلفة هنسميها اسم تاني، هنسميها allelomorphic traits، لان كلمة alleles تدل على الاختلاف. تاني احنا كل واحد فينا واخد في كل صفة جين من الاب وجين من الام، لان انت اصلا كل الكروموسومز اللي واصلالك دي ان جايالك من الاب وان جايالك من الام، احنا عارفين الكلام ده من الكروموسومال ثيوري. خلاص. فبالتالي قال لك لو الاتنين جينز اللي انت مستلمهم من باباك ومستلمهم من مامتك الاتنين زي بعض، يعني واخد من باباك مثلا الجين بتاع الشعر الكيرلي ومن مامتك الجين بتاع الشعر الكيرلي، هسميها جينز عادي. انما لو انا واخد من بابايا مثلا الجين بتاع الشعر الكيرلي ومن مامتي الجين بتاع الشعر الستريت، في الحاله دي هما الاتنين جينات مختلفه. جينات مختلفه دي بسميها allele. فمن هنا قلنا ان كلمه allele تدل على الاختلاف، فالكونتراستنج traits هنسميها allelomorphic traits. خلاص. يبقى احنا كده متفقين على كلمه جينز وكلمه allele. مندل كمان قال حاجه، قال لك دلوقتي يا دكتور احنا متفقين ان حضرتك عندك عدد الكروموسومز بتاعتك 2n في السوماتيك والريبرودكتيف سيلز بتاعتك زي ما اتفقنا الدرس اللي فات، وان منهم جايه من الاب وان منهم جايه من الام. يعني حضرتك كل صفه هتظهر عليك مسؤول عنها 2 جينز، واحد جاي من الاب وواحد جاي من الام. بس خليني هنا اتفق معاك على حاجه، مندل عاش حياته ومات ما طلعش على لسانه كلمه جينز، مندل كان مسميها جيناتيك فاكتورز.
يعني هو كان مسميها ان كل تريت مسؤول عنها 2 جيناتيك فاكتورز، او مسميها كمان هيريديتري فاكتورز. الراجل ما طلعش على لسانه كلمه جينز. جينز دي قالها ساينتست تانيين جم بعد مندل. خلاص، يبقى دلوقتي مندل قال ان كل صفه مسؤول عنها كام جين؟ 2 جينز. فبالتالي كل صفه لما نيجي نكتبها بنكتب لها كام حرف؟ حرفين. كل جين بنعبر عنه بحرف. فجي قال لك مثلا البيربل ده، طبعا احنا قلنا ان في عندي بيربل وعكس البيربل وايت، واتفقنا ان البيربل ده هو القوي الدوميننت، والوايت ده هو الريسيسيف الضعيف، صح كده؟ فهو قال لك ايه؟ قال لك احنا طالما الدوميننت ده هو الجين القوي اللي عرف يمشي كلمته، فهو كمان هيمشي حروفه. طيب هيمشي حروفه بمعنى ايه؟ قال لك انا ممكن اخد اول حرف مثلا اللي هو البي. انا ما بحبش ده. ليه؟ البي الكابيتال بتاعها زي السمول بتاعها، فلو انت عندك مسألة واندمجت في الحل ممكن في نص المسألة تقول هي دي كانت كابيتال ولا سمول، وتتلخفن وتتلخبط. فانا ما بحبش كده. امال هنعمل ايه؟ طب ما تيجي ناخد مثلا الحرف الثاني اللي هو مثلا حرف الار، ومش غلط ومحدش يقدر يغلطك. طيب يبقى انا هاخد الحرف ده، وبما ان دي الصفة الدوميننت فحروفها هي اللي هتمشي. يا اما اكتب ار كابيتال ار كابيتال، يا اما اكتب ار كابيتال ار سمول. ايه يا دكتور الفرق ما بين الحالة دي وما بين الحالة دي؟ برافو عليك، بالعقل. الاتنين دول زي بعض، يبقى ده البيربل البيور. يعني الوردة دي بيربل، واخدة جين البيربل من الاب وواخدة جين البيربل من الام، ففي الحالة دي هي بيربل بيور. طيب هنا ار كابيتال ار سمول، دي الحالة بتاعت البيربل، بس ماله؟ البيربل الهايبريد. خلاص يا دكاترة، يبقى أنا ممكن الصفة الدوميننت بتاعتي تبقى purple pure أو purple hybrid. قال لك يا دكتور إنه طالما البيربل هو الجين القوي الدوميننت، فيكفي وجود نسخة واحدة منه عشان تمشي كلمتها. أنا جين قوي، واحدة مني كفاية تمشي كلمتي. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا هنا مثلا عندي R capital R small، في جين واحد كابيتال، جين واحد بتاع البيربل يمشي كلمته وتظهر الصفة الدوميننت اللي هي البيربل. طيب هنا عندي الاثنين، الجين بتاعي الاثنين دوميننت، بيربل وبيربل، حلو زي الفل. يبقى ده بيربل بيور وده كده بيربل هايبريد. امال امتى بطلع وايت؟ نيجي للوايت، الوايت تقول لنا طيب اكتبوا لي يا سيدي، انا عارفه ان انا ريسيسيف وضعيفه، اكتبوا لي حروفي حتى سمول، اكتبوا لي دبليو سمول دبليو سمول. هنقول لها سوري، انت ريسيسيف، انت هفق، انت مالكيش كلمه عندنا، ده انت هتاخدي الحروف بتاعه الدوميننت وهتاخديها ايه؟ سمول. ده احنا الريسيسيف متهانه خالص، تمام؟ فهنكتبك ايه؟ هنكتبك ار سمول ار سمول. خلي بالك دايما الصفه الريسيسيف always pure، دي تحطها لي حلقه في ودانك طول ما انت شغال. الحاجه الريسيسيف دايما هتبقى بيور. اشمعنى؟ هو اصلا الصفه الريسيسيف مش هتظهر غير لو عندي 2 جينز من الريسيسيف اتلموا على بعض. عارف لما يكون واحد هفق لوحده ملوش كلمه، محدش هيعبره، وواحد تاني هفق برضه محدش هيعبره. امتى يبقى لهم لازمه وحد يسمعهم؟ لو هما الاتنين الهفقات دول اتجمعوا مع بعض، ساعتها كلمه منه على كلمه من صاحبه يبقى لهم صوت ويتسمعوا. فالريسيسيف الهفقات دول لما بيتجمعوا بتظهر الصفه الريسيسيف. انما عارف لو الجين الريسيسيف ده معاه حتى لو جين واحد دوميننت هيغطي عليه، هيقضي عليه، هيظهر نفسه هو، وده مش هيبقى له لازمه. فدايما الصفه الريسيسيف مش هتظهر غير لو اتجمع 2 ريسيسيف، يعني الاتنين زي بعض، يعني بيور. فالصفه الريسيسيف دايما بيور. طيب نرجع هنا لمندل. يعني هنا يا عم مندل لما كان عندي البيربل بيور، طالما احنا اتفقنا ان البيربل ده هو الصفة الدوميننت، طالما هو بيور هنكتب ايه؟ ار كابيتال ار كابيتال. طيب والبيربل الهايبريد ار كابيتال ار سمول. طيب والوايت ار سمول ار سمول. طب انا عايز افهم يا دكتور هي برضو جت منين؟ بص يا سيدي، مش انا دلوقتي اتفقت معاك انه انا البيرنتس بتوعي ان انا مجوز واحده بيربل بيور،
لواحدة وايت. دكتور ما كتبتيش جنب الوايت انه بيور. لا انا مش هكتب، لان خلاص احنا متفقين ان الوايت ريسيسيف والريسيسيف از اولويز بيور، مش محتاجه ان انا اقول لك ان دي بيور. طالما انت عارف ان دي الصفه ريسيسيف خلاص الموضوع خلصان كده. اول حاجه بنترجم، بنكتب P1 يعني بنترجم البيرنتس دول. لما بنترجم البيرنت انا بترجم الصفه اللي قدامي، وكل صفه بتترجم بايه؟ الله ينور عليك، بحرفين، عشان مندل قال ان كل صفه مسؤول عنها كام جين؟ 2 جينز. طيب فانا purple pure هنختار الحرف ده، فهنقول R capital R capital عشان انا واخد الجين البيور من الاب والجين البيور من الام. كروس دي او ان احنا بنجوز او بنعمل كروسنج بنعمل علامه الاكس. الوايت دي الصفه الريسيسيف، فهنعمل ايه؟ برافو عليك، دي صفه هفا مش هنديها حتى حرف الدبليو ده خالص. انا هاخد الحرفين دول واكتبهم سمول. يبقى انا كده كتبت البيرنتس. نيجي نكتب G1 يعني الجميتس بتاعتهم. طيب يا دكتور هي الجميتس بتتكون ازاي؟ برافو عليك، بالميوسيس. طب كان بيحصل ايه في الميوسيس؟ برافو، سيباريشن وبعدين سيجريجيشن. يعني ايه؟ يعني الار كابيتال والار كابيتال دول هيحصل لهم سيباريشن، هينفصلوا عن بعض، وبعدين سيجريجيشن يعني ينزلوا يتوزعوا في الجاميتس. يعني انا يبقى عندي هنا ادي واحده فيها ار كابيتال وواحده فيها ار كابيتال، دول الجاميتس اللي ممكن مثلا يكونوا هنا البولينج جرين. خلاص، ما هو ده البولينج جرين مثلا ودي الاوفر. خلاص، نيجي هنا برضو البيرنت ده هيعمل مايوسيس عشان يكون الجاميتس بتاعته. الجاميتس بتتكون ازاي؟ برافو عليك، سيباريشن سيجريجيشن. سيباريشن يعني يبعدوا عن بعض، سيجريجيشن يعني كل واحده من الجينز تنزل جوه جاميت، يعني ار سمول هنا وار سمول هنا. دي كده الجاميتس بتاعتي. طيب خلينا متفقين على حاجة، ان لما بيبقى عندي 2 جاميتس شبه بعض انا ممكن اسهل على نفسي واكنسل واحد. بمعنى انا هنا عندي ار كابيتال ار كابيتال، طب ما انا ممكن امسح واحدة فيهم اهو. عندي هنا البيرنت التاني الجاميتس بتاعته ار سمول وار سمول، الاتنين زي بعض، ممكن امسح واحد عشان هي تطلع نفس النتيجة فاختصر على نفسي خطوة. طيب بنطلع بعد كده F1 يعني الاوف سبرينج او المحصول. لو بتكلم على بني ادمين او حيوانات بقول خلفة او انجاب، لو بتكلم على plants فبقول المحصول. طيب المحصول بيحصل ازاي؟ بالفيرتلايزيشن، يتجمع ده مع ده. ونخلينا متفقين ان دايما الكابيتال ليه احترامه، يعني ما ينفعش حد يكتب ار سمول ار كابيتال، القوي الدوميننت يتكتب الاول وليه احترامه، فهكتب ار كابيتال ار سمول. خلاص. طيب انا عايزه اتفق معاك على حاجه، مش الحروف دي هي الجينز، هي الجينات، فبسميها جينو تايب. بسميها ايه؟ جينو تايب. يبقى انا عندي كلمه جينو تايب دي الحروف بتاعتي، يعني ار كابيتال ار كابيتال ده جينو تايب الجينات اللي عندي، ار كابيتال ار سمول برضو جينو تايب الجينات اللي عندي، ار سمول برضو جينو تايب. كل جينات بتترجم لصفة، وانت عارف ان الجينز بتدي برافو كود، والكود بيدي بروتين، والبروتين بيظهر التريت. فانا هنا كل جينوتايب يعني الجينات اللي عندي هتديني الصفة بسميها فينوتايب، جاية من كلمة فينومينا. انتوا عارفين كلمة فينومينا يعني ظاهرة، يعني حاجة ظاهرة عليا، فكل جينوتايب بيترجم إلى فينوتايب. طيب مثلا الار كابيتال ده جينوتايب، هيترجم لايه الفينوتايب بتاعته؟ هيترجم للصفة البيربل. ار كابيتال ار سمول ده جينوتايب، برضو هيظهر عليا الصفة اللي هي الفينوتايب اللي هي البيربل. طيب ار سمول ده جينوتايب، هيظهر عليا الفينوتايب الصفة اللي هي الوايت. يبقى خلينا متفقين ان في كلمة اسمها جينوتايب دي الحروف، وفينوتايب دي الصفة اللي ظاهرة عليا. بمعنى لازم في المسألة بتاعتك بعد ما تحلها تطلع الجينوتايب اهي، وتطلع الفينوتايب. يعني دي ايه الفينوتايب بتاعتها؟ ايه الترجمة بتاعتها؟ بيربل. برافو عليك. ولازم تطلع كمان الريشيو او البرسنتج. هو انا طلع عندي حاجة غير ار كابيتال ار سمول؟ لا، ما طلعش عندي اي احتمالات تانية غيرها. يبقى كده البرسنتج بتاعتي 100%. يبقى كده ده اول جنريشن.
فيعني ايه اول جنريشن؟ يعني اول طلعه ان انا جوزت الاب والام ودول الخلفه بتاعتهم، ده كده الجيل الاولاني. زي مثلا باباك ومامتك لما خلفوك، ده كده الفيرست جنريشن. انت تكبر وتتجوز وتخلف، تعمل انت السكند جنريشن، تعمل الجيل الجديد. فده كده الفيرست جنريشن. عرفنا ان انا ازاي بترجم كل صفه بحرفين. باخد الصفه الدوميننت، باخد الحرف بتاعها، بكتب اي صفه حرفين، لان اي صفه مسؤول عنها 2 جينز زي ما مندل قال. تمام؟ طبعا مندل ما قالش كلمه جينز، اسمها جيناتيك فاكتورز، خلاص. بس هو كل صفه مسؤول عنها 2 جيناتيك فاكتورز اللي هم 2 جينز. طيب ار كابيتال دي لما تيجي تعمل مايوسيس عشان تكون الجميتس بيحصل ايه؟ سيباريشن وبعدين سيجريجيشن، فالجميت اللي عندي فيها ار كابيتال. هنا برضو الار سمول نفس الكلام، سيباريشن سيجريجيشن، فالجميتس فيها ار سمول. طبعا قلت طالما حرفين زي بعض ممكن اكنسل واحد، فكنسلت الار كابيتال من هنا وكنسلت الار سمول من هنا. عملت بعد كده عمليه فيرتلايزيشن، فبقى عندي ار كابيتال ار سمول. دي كده ايه؟ برافو عليك، جينو تايب. الصفه اللي ظهرت عليا من الار كابيتال ار سمول هي فينو تايب. ظهرت ببرسنتج كام؟ ببرسنتج 100%، لان ما ظهرش عندي اي حاجه تانية غيرها. البيربل ده طالما الحرفين زي بعض فده بيربل بيور. هنا طالما الحرفين مش زي بعض بس انا يكفي عندي وجود واحد بس من الحروف دوميننت عشان الدوميننت يظهر، فده بيربل هايبريد. يبقى الصفه الدوميننت ممكن تكون هايبريد وممكن تكون بيور. تمام؟ مندل بقى بيحب يعمل ايه؟ مندل بيحب ان هو ياخد 2 من المحصول بتاعه ويجوزهم لبعض. ثانية واحدة. مندل بيحب ياخد 2 من المحصول ويجوزهم لبعض. يعني انا عندي المحصول بتاعي ار كابيتال ار سمول اللي هما البيربل، خد واحدة من هنا وواحدة من هنا من المحصول بتاعه وهيبدأ يجوزهم لبعض، وبقى عندي كده P2 يعني البيرنتس بتوع المحصول الجديد. ار كابيتال ار سمول جوزها الار كابيتال ار سمول. تمام؟ طيب هيبدأ يحصل ايه؟ هيبدأ يطلع الجميتس. بنعمل ايه في الجميتس؟ الله ينور عليك، الجميتس بتتكون بالمايوسيس. مايوسيس يعني سيباريشن، برافو، وبعدين سيجريجيشن. بيحصل ايه في المايوسيس؟ سيباريشن وبعديها سيجريجيشن. سيباريشن يعني الار كابيتال ار سمول بعدوا عن بعض، سيجريجيشن يعني واحده هتنزل في الجميت ده وواحده هتنزل في الجميت الثانيه. نروح على البيرنت الثاني، برضو هيحصل نفس الكلام، هيحصل سيباريشن وبعدين سيجريجيشن، واحده من الجميتس تاخد الار كابيتال والثانيه تاخد الار سمول. هنا ما ينفعش اكنسل حاجه لان 2 جميتس مختلفين، فما ينفعش اكنسل حاجه. بقى اعمل ايه بقى؟ بنعمل حاجه اسمها بانيتي سكوير. بقول لك ايه، الشغل العشوائي بتاع ده مع ده وده مع ده ونبقى الورقه كلها شخابيطه مش عايزاه خالص. اتعلم البانيتي سكوير، سهله جدا، بالذات ان في عندنا حاجات هتبقى اكبر من كده، في حاجات فيها 4 جميتس او 3 جميتس، فلازم اكون عاملها بشكل منظم في البانيتي سكوير. البانيتي سكوير ده بمنتهى البساطه، انا عندي هنا البيرنت ده الجميتس بتاعت البيرنت الاولاني هاخدها اوقفها هنا بالطول. ادي جميت ار كابيتال وجميت ار سمول، يبقى انا خدت الجميتس بتاعت البيرنت الاولاني حطيتها بالعرض. اخد الجميتس بتاعت البيرنت الثاني واروح احطها بالطول، ادي ار كابيتال وار سمول. تاني، مش انا عندي 2 بيرنتس، كل بيرنت ليه جميتس، خد واحد حطه بالطول وواحد حطه بالعرض. اخدت دول اهم ار كابيتال وار سمول بالعرض، دول ار كابيتال وار سمول بالطول. ابدا العب، جوزهم لبعض، اعمل ميكس. بس خلي بالك ان الكابيتال ليه احترامه، يعني لازم الدوميننت يتكتب الاول او الحرف الكابيتال يتكتب قبل الحرف السمول. بمعنى هنا هقول ار كابيتال دي مع دي هيديني ايه؟ ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، دي ار كابيتال ار سمول. ما لاقيش حد يكتب لي ار سمول ار كابيتال، ممنوع. هنا برضو ار كابيتال ار سمول، اخر واحده ار سمول ار سمول. اللي قدامك في الجدول دول جينو ولا فينو؟ برافو عليك، جينو تايب، حروف. طيب ايه الفينو بتاعتهم؟ ده بيربل وده برضو بيربل
وده بيربل. ما احنا متفقين لو ظهرت عندي الحرف الدوميننت ان شاء الله لو حرف واحد هتظهر الصفه الدوميننت. فانا عندي ده بيربل وده بيربل وده بيربل، يعني 3 بيربل وطلعت واحده بس اللي وايت، فبقول عليها 3 و1 او بقول عليها 75% بيربل و25% وايت.